ازاي نختار صور المنتج ونصمم صور المنتجات بتاعتنا؟ خلينا نعرف ان صور اي منتج في الدنيا لازم يتقسم لثلاث حاجات. اول حاجه الصوره اللي بتكون خلفيتها بيضاء، الصوره دي لازم تكون بجوده عاليه وبتبين تفاصيل المنتج بشكل اساسي، وكمان لو في تغليف او باكنج بنحطه في الصوره دي. والصور دي بتبقى مهمه للصوره الرئيسيه على الويب سايت بتاعنا علشان الخلفيه بتبقى بيضاء وما بتشتتش عين العملاء. ولو بتبيع على امازون وجوميا لازم الصوره الاولانيه او الصوره الرئيسيه تكون بخلفيه بيضاء. وتاني اهم نوع من الصور بالنسبه لي وهو الصور اللي بتبين استخدام المنتج ده في الحياه، يعني لو المنتج بيحل مشكله لازم تبين شكل المنتج ده في اللايف ستايل بتاع الشخص اللي هيستخدم المنتج ده. انت مثلا لو بتبيع ساعه على مكتب فانت لازم توري العميل شكل المكتب بتاعه والساعه دي محطوطه عليه. ولو احنا منتجنا بيحل مشكله فممكن نعمل صور كمان بيفور وافتر، لان الصور دي مهمه جدا لان العميل بيبدا يحس ان المنتج ده فعلا بيرفلكت عليه في حياته وليه فايده. ثالث نوع من الصور ومن اهمهم هو الصور اللي بتبين الانفوجرافيكس للمنتج نفسه، ودي اللي بنبين فيها تفاصيل المنتج البسيطه من مقاسات وابعاد، وكمان الماتيريال اللي مصنوع منها المنتج، وتزوم على المنتج بقدر الامكان. فانت لو مهتم بالتجاره والبيزنس ما تنساش تعمل لي فولو واستناني على اليوتيوب عشان هنزل كورس في اخر الشهر بيشرح التجاره الالكترونيه على امازون ونون وجوميا من اي تو زي.